سلام، ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. روحوا كامل نحضروا مع بعض هذه التحليه تاع الفخاز، جات بزاف بنينه، كاع عجبتهم. قبل ما نبداو لا فيديو ديروا لي جيم، حطوا لي كومونتير شباب، وديروا انغيستري للوصفه، راح تحتاجوها باه تحضروها فيما بعد. هذو هما المقادير اللي نحتاجوهم. يلا نبداو بسم الله في طريقه التحضير. هنا في كاسرونه راح نحط نص لتر تاع الحليب، نزيد عليها 2 مغارف كبار تاع السكر، 2 مغارف كبار تاع فلون بالذوق تاع الفخاز، وزوج مغارف كبار تاع المايزينا ولا نشاء الذره. نحركوا بالفوي، نحطوها على نار قليله مع تحريك مستمر حتى تعقد معنا هذه الكريمه. نزيدوا عليها ليكستري تاع الفخاز، واحد نص مغرف صغيره، تعطيها واحد البنه بزاف شابه، ومغرف صغيره تاع المارغرين. نخلطوا مليح هذاك الليكستري، ندخلوه كامل في ديك الكريمه، نحطوها في طبسي ونغطوها من فوق بالبلاستيك ونخلوها تبرد مليح. لازم ديروا هذه الكريمه بكري، على الاقل تبرد واحد ساعتين ولا 3 سوايع حتى تشد روحها. هنا بعد ما تبرد نزيدوا لها 2 بايت تاع ياغورت بالذوق تاع الفخاز، راح تخففها وتعطيها واحد البنه بزاف شابه، ونضربوها مليح بالباتر. الكريمه هنا راهي جاهزه، راح نقص واحد نص كاس، راح نسحقوها من بعد. هنا الطبقه الاولى راح نديرها بسكوي، اي نوع يتوفر عندكم تقدروا ديروه، من احسن يكون بذوق تاع الشوكولا ولا حتى يجي بنين. هنا كان عندي بسكوي جاف، درت له شويه تاع المارغرين حتى يبقى لي مقرمش، درته كطبقه من تحت. نزيد عليه طبقه تاع الكريمه، نزيد هنا طبقه تاع الفخاز، قطعتهم صغار كما راكم تشوفوا، ما درت لهم لا سكر لا والو، هكا حتى التحليه ما تجيش حلوه بزاف. جبت هذاك النص كاس تاع الكريمه اللي كنت خليتها في الاول، زدت عليه مغرف كبيره تاع الشونتيي، ونضربها مليح بالباتر حتى تطلع. نديرها في لابوش ونزوق بها من فوق، والتزيين يبقى اختياري. هذه هي الكريمه اللي نتحصلوا عليها. جربوا هاد التحليه، جات كراف بنينه، كاع عجبتهم في الدار. اذا عجبتكم ديروا اكسبلور، بارطاجوها، وحطوا لي جنب الوصفه هكا حتى نشوف اذا عجبتكم ولا لا. واللي جربتها تقول لي في التعليقات كيفاش جاتها. نتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده باذن الله. صحه فطوركم ومع السلامه.